السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايب قلبي. جمعة طيبة ومباركة عليكم يا أروع متابعين. اليوم اجيتكم بوصفة كلش طيبة وأكيد الكل يحبها، صغار وكبار، وهي الكليجة بأطيب طعم وأسهل طريقة، أو بسكويت التمر بدون بيض بدون زبدة بدون سمن أو دهن. مثل ما تشوفون راح أبدي وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمكونات جاي تشوفوها قدامكم اللي هي عبارة عن هاي الأشياء اللي راح نستعملها. أول بداية حضرت كاسة وخليت عليها نص كوب ماء دافي، وهنا نضفت نص كوب زيت. طبعا تعمدت انه انا استعمل هاي القلاصات مالت الجبن لانها متوفرة متواجدة في كل بيت. وهنا أنا استعملت ملعقتين كبيرة من السكر، إضافة إلى ملعقة وحدة خمرة الفورية مالت العجين، وهنا أنا رشيت ملح أكيد حتى يتفاعلون مع بعض. راح أبدي أخلط بيهم بهالشكل هذا إلى أن تذوب عندي الخمرة تماما. طبعا أنصحكم تجربتها، صراحة أنا استعملتها أكثر من مرة وحبيت أتأكد منها إيش قد راح تبقى عندي تحافظ على شكلها. وهنا استعملت ملعقتين حليب مجفف، ملعقتين كبيرة حليب مجفف، خلطتهم بهالشكل. راح أبدي أذوبهم إلى أن يجانسون مع بعض. هنا مثل ما تشوفون خليت بالمنخل كوب من الطحين وضفت الثاني، وراح أفتح عليه البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا راح أستعمل ملعقة صغيرة بيكنج باودر، شوفوا هذا ملعقة الكوب وحدة، لا تخلون هواي لأن أنا ما أريدها تنتفخ وبالنتيجة تكون يعني منفوشة بس بدون طعم. هنا أنا بديت أنخلهم، كلكم تعرفون إنه أنا أريد أحافظ على الطحين مالتي لازم أضيفه بهالشكل هذا مع البيكنج باودر وأنخله. هاي الطريقة كلش مهمة بالنخل. وهنا أنا ضفت ظرف فانيلا وبديت أخلطهم بهالشكل هذا، وإلى أن أبدي أشكل العجينة مالتي وأعجنها. طبعا على فكرة هي ما راح تاخذ منك وقت كلش هواي، الوقت كلش قليل، يا دوب ألم العجينة، يعني مو عجن كلش قوي. شوفوا هنا طريقة العجن، يا دوب لم، يعني مجرد ما ألمها. صراحة أني اعتمدت هاي الطريقة، يعني تقريبا ما يعادل 4 أيام أو 5، أبدا ما جفت عندي ولا يبست، وظلت هالشي إلى أن يعني والله أكثر من 3 أيام، وصراحة كلش طيبة كانت. أتمنى تجربوها وتقولوا لي شنو رأيكم بيها. وهاي عجينتي هنا بعد ما تشكلت طرية وروعة الملمس مالتها. هسه راح أخليها هنا ترتاح، ما أخليها تختمر، مجرد ترتاح 5 دقايق على ما أهيئ التمر وأرجع لها أشتغل أنا وياكم. وهنا أنا خليتها بمكان دافي، وهنا أنا جبت التمر مالتي بعد ما طلعت النوى مالته ورتبته بهالشكل هذا. ضفت عليه 3 ملاعق من الزيت، إضافة إلى الدارسين أو القرفة، وقليل من الهيل. وهنا بهالشكل هذا عجنتهم وهيئتهم ورتبتهم. صينية البيتزا، ماكو بيت يخلو من صواني البيتزا بكل أحجامها الثلاثة. طبعا خليت لها ورق زبدة وخليت لها قليل من الزيت جدا، يعني يا دوب هيجي خليت على الورقة وهي ما تلزق، لكن أحسن حتى تكون مضبوطة. طبعا وهنا بديت أفرد العجينة مالتي على القطعة هذه دائرية. هاي القطع الدائرية صراحة البلاستيكية أنصحكم بيها لأنه بيها قياسات مالت الصينية، فما أحتاج أخلي الصينية وأخذ القياس مالتي. ونفس الحالة التمر راح أبدي أفرده على نفس القياس. تشوفونها انتو هاي القطعة مخططة وكاملة وتطيش قياسات الصواني اللي ترديها، شوفوها اجت فيت على الدائرة مالت المرسومة يعني. وراح أشيلها بكل سهولة، ما تحتاجين، لا تحتاجين نايلون تفتحين عليها ولا تحتاجين أي شي، شوفوا هي تجي وياك بكل سهولة. وهنا راح أبدي أرتب التمر بهالشكل هذا على العجينة وأرتبها، وعادي كلش عادي استعمليها. شوف هسه مثل من هنا أشيلها عادي كلش عادي وأخليها، يعني نحاول نسد الفتحات بإيدك كلش ممتازة.
طبعا راح يحبوها الطلاب، راح تكون مغذية خصوصا إذا امتحانهم صباحي. خطية يعني ياكلوها ويا كوب من الحليب، تنشطهم ويرحون شبعانين ومرتاحين. لا تخلين الطلاب أو أولادك بناتك يطلعون بدون فطور، رجاء رجاء، لأنه حتى لا يصير عندهم حالة إغماء ولا يخافوا يرتبك من الامتحان، وبالنتيجة إحنا يعني ابننا أو بنتنا راح تجاوب بكل سهولة، وإن شاء الله النجاح والتوفيق للجميع. أنصحكم بالأكل. وهنا أنا خليت الطبقة الثانية دهنتها صراحة بالحليب، مثل ما كلكم تعرفون أنا أستعمل للمعجنات والأي شي ملعقة حليب مع قليل من الماء أذوبهم بهالشكل هذا. دهنت الوجه ورشيتهم بالسمسم، وهنا أنا بديت أقطع بيهم. شكل القطع ما يهمك، انتي شو تحبين، ما لا تلتزمين بيه، يعني انتي شنو اللي شكل ترغبي له قطعي لك يا جمالتك، ترديها صغار، ترديها أكبر، تردينها قص البقلاوة، كلش عادي. هسه تشوفون شكلها طبعا بعد ما خليتها بفرن 200 درجة حرارته لمدة 13 دقيقة، واستوت يعني صارت روعة صراحة، كلش طيبة. أتمنى تسوونها لأولادكم وبناتكم. وهذا شكلها الذهبي كانت روعة، وبديت أقطع بيها وبهالشكل هذا. شوفوا شلون مستوية من فوق ومن جوا، شكلها يخبل وكأنه شكلها بسكويت مو كليجة. وألف عافية علينا وعليكم وعلى كل من يجربها. أتمنى تجربوها، وأتمنى تنال إعجابكم. واللي وصل وياي لهنا أتمنى ما ينساني باللايك والاشتراك، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء في فيديو آخر، وفقكم الله أحبتي، مع السلامة.